طلبت معايا اكل فسيخ الساعه 6 الصبح. انا ما كنتش نمت وكنت جعانه قوي. اتصلت هنا بواحده عندنا في المدينه ورحت طالبه منها فسيخ. عايزه اقول لكم الفسيخ بتاعها تحفه تحفه تحفه. بصوا جابت لي الفسيخه زبده وقلبها احمر من جوه. بقيت وانا واقفه بنضفها عماله اكل فيها حيف يعني من كتر ما هي حلوه قوي. زبده، انت بتاكلي زبده. انا بعشق الفسيخ يا جماعه. ما بحبش الرنجه، ريقي جري تاني. ما بحبش الرنجه قد ما بحب الفسيخ. بصوا وانا بنضفها كده طلعت الشوكه اللي جواها. الشوكه كانت مليانه لحم مليانه. رحت ورش عليها زيت وليمون. انا بحبها قوي بزيت وليمون، وبحب قوي اكل جنبها طعميه. ما اعرفش ليه يعني. بحب اكل، في ناس بتحب تاكل جنب الفسيخ بطاطس، انا بقى بحب اكل جنب الفسيخ طعميه وبصل اخضر بس بقى، لا طماطم ولا خيار ولا فلفل ولا الكلام ده. بصوا الفسيخ عامل ازاي، قلبه احمر ويجنن يجنن يجنن. عايزه اقول لكم، وبنتي لوما كانت بتصورني واقفه مش قادره، عماله تقولي مش قادره يا ماما مش قادره من شكل الفسيخ. بصوا دي طعميه، انا بعشق الطعميه جنب الفسيخ. الفسيخ كان زبده وكان بتاكلي كده، عارفه اللي هو لا حادق ولا دلع، ملح ومظبوط. فكنت غرقانه فيه يعني. انا بقول لكم وانا بنضفه تقريبا كلتها اصلا. وانا بنضفها انا كنت جايبه 2 دي، وانا بنضفها كلتها التانية بقى. رحت منضفاها ورحت خليت لومه وعيشه البنت اللي بتساعدني قعدوا كلوها. كان تحفه يا بنات، كان تحفه. عصرت عليه ليمون بقى وكلت، والحمد لله اكلت الاكله دي ونمت لي مثلا بتاع 7 8 ساعات. قولوا لي بقى يا بنات، بتحبوا الفسيخ ولا لا؟